من احلى الحاجات اللي بتحصل لما بنمشي من علاقه وبعد فتره بتلاقي الطرف ده راجع لك، راجع يتحايل عليك، راجع يتاسف لك ويقول لك انا ما عشتش يوم حلو بعدك، انا ما عرفتش احب بعديك. بينك وبين نفسك اكيد بتنتشي وبتفرح وبتنبسط كده ان ده رجع لك، بس خليك متاكد لو كان ارتاح في بعدك، لو كان ارتاح في غيابك ما كانش هيرجع يتاسف لك. بس انت عشان كنت حد حقيقي، عشان كنت حد بتقدم كل حاجه بقلب، عشان ما كنتش حد انتهازي، عشان كنت حد بتراعي ربنا في الطرف اللي قدامك، هو رجع لك. بس مش رجع عشان يقولك ما تزعلش واحنا هنصلح اللي فات وانت احسن، هو رجع عشان انت كنت احسن حد في اللي قابلهم بعدك. رجع لك بعد ما لقاش حد يديله قيمته، رجع لك بعد ما عرف قيمتك، لما لقى مفيش حد بيديله قيمه غيرك، محدش كان حقيقي وتعامل معاه بمصداقيه وبقلب وبحب زيك. فرجع لك عشان زي ما بيتقال في الامثال كده، الخواجه لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمه، عشان انت كنت حد اكبر من احلامه، اكبر من طموحاته، فلما راح للناس اللي قده حجمه شبهه عرف قيمتك، عرف ان انت كنت نعمه هو ما يستاهلهاش، وعشان كده ربنا بعدك عنه. فلما يرجع لك تاني قول له شكرا، لما تعبت واتوجعت ووقعت وقمت كنت لوحدي من غيرك، عشان انا عرفت قيمه نفسي، فوجودك دلوقتي مش فارق لي. فمن فضلك لما يجي ما توربش الباب، اقفله في وشه. نسرين العمري.